هل الحلف بغير الله عادة أشد إثما من بعض الكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحوهما؟ في خطورة الحلف بغير الله أو خطورة الحلف بغير الله لكونه من الشرك، وباب الشرك أخطر من الذنوب. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ قارن بين الأمرين أو بين المقولتين: حلف بالله مع الكذب، وحلف بغيره مع الصدق. في كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأول فيه حسنة التوحيد وسيئة الكذب، والثاني فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك. فإذا وازنت بين الأمرين وجدت أن سيئة الشرك أخطر من سيئة الكذب، وأن حسنة التوحيد أفضل من حسنة الصدق. حسنة التوحيد أفضل من حسنة الصدق. فلهذا أمر الشرك ليس بالهين. ولهذا بعض العلماء يقولون إن الشرك الأصغر داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعضهم يقول ذلك، أنه داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه إن مات على شيء من الشرك الأصغر لا بد أن يعذب عليه، لكنه لا يعذب عليه عذاب التخليد، لأن عذاب التخليد إنما هو في الشرك الأكبر الناقض للملة.